اهلا بيكم. النهارده معانا فيلم اثاره تشويق. بيبدا فيلمنا بتشارلي اللي بيكون في حالات مصارعه غير قانونيه وسايب خصمه عمال يشقلط فيه، وده لانه واخد فلوس كتيره عشان مقابل ان هو يخسر. حتى زمايله بيقولوا له كفايه يا ابني، انت مستحمل الضرب ده كله ازاي؟ حتى الخصم بتاعه بيقول له يا ابني اتضرب، فهو خلاص بقى خلصنا. فبقول له لا، خلي الجمهور يستمتع. قال له خلي الجمهور يستمتع يا ابن الحرامي. والبنات والنسوان والجمهور بدأ يقولوا يا ابن الحرامي، فهو اتغاظ واداله القاضية. وزمايله بيقولوا له ايه اللي انت عملته ده لو وقف على رجله تاني مش هيدخلك هنا. قال لهم ما تخافوش، هو مش هيقف على رجله تاني. وهنا تشارلي بيشوف المؤتمر الصحفي بتاع تشاني بلوبر صاحب شركة تشاني مار، واللي بيكون فيها خزنة من المستحيل بسبب أنظمة الحماية اللي فيها من المستحيل اختراقها. ويوم رأس السنة هيكون فيها 9 مسات لا يقدروا بثمن. وفي نفس المكان اللي فيه الخزنة هيكونوا مستضيفين مسابقة رقص عالمية، واللي هيفوز في المسابقة هياخد كاس من الذهب الخالص وفيه 9 ألمظات من الألماظ المزيف. وهنا تشارلي بيفكر وده الوقت المناسب اللي هيخبط فيه خبطة عمره، وهو بيحط الخطة وبيبدأ يجمع الفريق اللي هينافس بيه المهمة الخطيرة دي. ذا فيرست وين جاك الأول. جاك وهو خبير في المفارقات، عنده ودن بتسمع والتانية ما تسمعش. هو بيحب أمه جدا لدرجة إنه ممكن يقتل أي حد لو مس سيرة أمه بأي سوء. وبعدها بيتقابلوا وتشارلي بيقول لجاك ان ابوه اتحبس في السجن ظلم، واللي كان السبب في حبسه هو كلوفر صاحب الشركة اللي بنتكلم عنها. فبيتعصب عليه جاك وبيقول له ازاي انت ما قلتليش الحكايه دي من زمان؟ الراجل اللي اتحبس ده مش والدك، ده زي والدي واكتر. ولكن تشارلي بيهديه وبيقول له ما تتعصبش، ما تبص اللي انا بخطط له من 8 سنين. بلوفر لازم يشرب من نفس الكاس اللي شرب منه والدي. طب ما يلا مستني ايه؟ فبقول له للاسف الفريق لسه ما كملش. طب يلا نكمل، عاوز مين تاني؟ وهنا بنيجي للشخص التاني، ذا سكند وان تامي، وهو معشوق المسنين من افضل مفككين الخزن في العالم، ولكنه بيخش في حالة صرع بمجرد ما يتوتر. تشارلي بيشرح له الوضع وبيقول له احنا عاوزينك تشفر لنا اقوى خزنة في العالم، هناخد ال9 المظات منها ويا دار ما دخلك شر. وتامي بيقول له لا ده انتوا مجانين بقى، ولكن تشارلي دخل عليه بالصعبانيه والبتاع وبيشرح له الوضع ووالدي ومش والدي وبتاع، فعيط وبيقول له خلاص انا معاك. ذا ثيرد تالت شخص معانا هو روبن سينج ابن اخت جاك. بيموت وبيعشق البنات، ولكن مفيش ولا بنت راضيه تبص له، ولكنه مبدع في حياته التانية، وده اكبر هاكر مفيش حاجة بتقف في وشه أبدا. وهنا بيهكر الدي جي بتاع الديسكو، ولكن بياخدوه يضربوه بره عاوزين يعملوا عليه حفلة، ولكنه بيروح لجاك ويقول له ده انقذني. فبقول له انقذ مين؟ فالواد بيقول له تعالى روح امك. بيقول له انت بتقول ايه؟ فشارلي بيهدي الموقف ويقول له بقول له على امك ومش عارف ايه، بيشتمك بالام والاب. وسابوا جاكي شغلط في الناس، وتشارلي بدأ يشرح لروبن موضوع المخطط بتاع الخزنة. فروبن بيقول له أنا هعرف أهكر كل الأنظمة دي، ولكن في باب ما بيتفتحش غير ببصمة صابع، اللي هو روحة ابن شاري موفر، اللي هو شاري مور ده ولا اسمه ايه ده بتاع صاحب الخزنة أصلا. لا تقلق يا صديقي، الحل عندي. وهنا بيظهر معانا رابع شخص وهو ناندو المتحرش. الكل ذهل لما شافه ليه، لانه شبه روهيت ابن شيلي موفر. بيروحوا له بيحكوا له بيوافق على المهمه عشان خاطر هو محتاج فلوس عشان يعمل عمليه لامه، بكده يكون الفريق اكتمل. بعد كده تشارلي بياخدهم على المكان اللي هيتدربوا فيه عشان يعرفوا كل كبيره وصغيره عن الخزنه. في نفس الوقت مين معانا؟ بلوفر اللي بيشرح ازاي الخزنه متامنه تمام للناس اللي تحط عنده المسات. اول حاجه بيقابلهم بودي جاردات متدربين على اعلى مستوى، اللي المفروض ماندو هيعدي من قدامهم ويفتح الخزنه ببصمه صباعه، وهم يعني هيسيبوه يعدي كده ويضربوا له تعظيم سلام مثلا؟ طبعا لانهم فاكرينك فيكي كلوفر. يا نهار ابيض، ده شبه قوي، بس انا ابويا ما راحش هناك قبل كده. وتامي بيقول له إيه بقى؟ طب ما يمكن ابوه هو اللي جه عندكم. وبيقولوا لبعض ازاي هنجيب بصمة فيكي جلوبر ده، وبيقولوا دي مش دي المشكلة، المشكلة ان احنا ازاي هنخلي ناندو يقلد فيكي جلوبر. المهم النظام التاني بعد فتح الغرفة بيكون فيه شعاع ليزر قاتل، وده هيكون من ضمن مهام روبن. تالت حاجة باب الخزنة، ودي هتكون مهمة تامي. ولما يفتحوا باب الخزنة قدامهم 5 دقايق عشان ياخدوا الألمظات.
عشان لو عدى ال5 دقايق وما خدوش الالمازات الباب هيتقفل تلقائيا وبيخرج غاز سام بيموت اي حد جواه. وهنا بلوفر بيختم كلامه وبيقول زي ما انتوا شفتوا ان الخزنه ملهاش اي مخرج تاني واللي هيتحبس فيها هيموت، ولكن تشارلي بيقول لا، في مخرج تاني. هو بيقول لهم المخرج التاني ان الخزنه متاسسه تحت مصرف، وده هيكون مكان خروجهم عن طريق جاك. اما المدخل فهيكون عن طريق التكييف، وفي نهاية فتحة التكييف يكون قدامهم صفيحة مصنعة خصيصا ومساميرها ملهاش غير مفتاح واحد، وانا جبت المفتاح بنفس الطريقة اللي جبت فيها مخطط البنك، قصدي مخطط الخزنة. وتشارلي بيقول لهم ان الغرفة اللي فيها فتحة التكييف غرفة C9، فبيقولوا له عادي ما احنا نأجرها. فبيقول لهم لا، الغرفة دي محجوزة خصيصا للمتسابقين في مسابقة الرقص. فبيقولوا له انت بتفكر في ايه؟ يقولوا لا يعني هنشترك في مسابقة الرقص دي. وزي ما شفنا خدوا حاجاتهم ومشوا لما سمعوا مسابقة رقص وبتاع. شارلي بيند عليهم، لكن جاك بيقول له انت اتجننت، احنا بالعافية بنعرف نمشي تقول لي مسابقة رقص. فتشارلي بيقول له يا عم ما تقلقش، احنا هنجيب واحدة تدربنا، نطلع على المسرح ننزل زيتين، هنخسر الناس هتضربنا هنكسب. ازاي هنكسب يا جدعان؟ قال له يا جدعان التصفيات هنا في الهند بتكون عن طريق الانترنت، واحنا معانا الهاكر بتاعنا هيهكر لنا الدنيا وخلينا نفوز. وبتبدأ مراحل الرقص بالفعل، بيجيبوا مدرب واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وشكلهم كده مفيش أي تقدم، مفيش أي تغيير خالص. وروبن بيجيب لهم الخبر الأسوأ، بيقول لهم إحنا لازم نعدي اللجنة دي عشان نوصل لمرحلة التصويت. وهنا يفقدوا الأمل والكل يصاب بالإحباط. وهنا بيخش تشارلي عشان يحكي لهم قصة والده وعشان يحمسهم، ويقول لهم ان ابوه كان عنده توكيل لتأمين الماس اللي في السوق، والدنيا كانت ماشية زي الفل لحد ما ظهر في حياتهم جلوفر. وجلوفر كان مسوق للماس الافريقي، وادى لابوهم التفويض ان هو يصنع له اقوى خزنة في العالم، وابوه قرر يسمي الخزنة دي تشاليمار. وكان المشروع ضخم جدا واضطر ان هو يستلف فلوس كتير جدا من التجار. وبعد تعب سنة كاملة أخيرا الخزنة جاهزة. وأول صفقة مسات دخلت الخزنة دي كانت ب100 كورو، ولكن ليلة رأس السنة حطوا له منوم وسرق المسات، وأبوه اتسجن واسمه اتلوث وخسروا كل حاجة والدنيا باظت. طبعا كلهم اتحفزوا، وناندو بيقول لهم سيبوا موضوع المدرب ده عليا أنا. وهنا بتظهر معانا ماخني اللي بيقول لها ناندو أنا عاوزك تيجي تعلمينا الرقص. اللي بتقول له ايه يا عمر انا هفتح مدرسة رقص للعيال الصغيرين، انا ربنا تبعنا يلا اطلع بره يا وسخ. بعدها بيخش عليها تشارلي وبيكلمها انجليزي، وبتكون نقطة ضعفها الناس اللي بتتكلم انجليزي مع انها ما بتفهمش انجليزي بس بتحبه وبتحب الناس اللي بيتكلموه. وهنا بتسأل ناندو بتقول لها ايه ده، هو الواد الموزي ده هيكون معاكم؟ بيقول لها ده قائد الفريق. فبتقول لها بيقول لها ها هتيجي معانا؟ فتقول له ايه استنى ايه بكره ايه يلا انا جاي دلوقتي. المهم بتفضل تدرب فيهم يوم ورا التاني ورا التالت، وبعد فترة وعناء من الشغل والكلام بيكون في نتيجة وفي تحسن بنسبة 0%. وبيخشوا المسابقة بلبس عبيط وبيعملوا أداء أعبط من العبيط، واللجنة عاوزة تطردهم بره، ولكن تشارلي بيجيب لهم فيديو هم بيرقصوا سوا وبيقول لهم لو ما نجحتوناش دلوقتي الفيديوهات دي هتوصل لمراتاتكم وأكيد هتطلقوا. وما كانش في حل قدام اللجنة غير انها تقبلهم، وكده فاضل مرحلة التصويت وبيبدأوا يشجعوا بعض احنا لازم نعمل اداء حلو، وبالفعل بيعملوا اداء قاتل اداء مبرع ولكن ما بيعجبش الناس وبتحدفهم الطوب. روبن بيقول لهم سيستم المسابقة معقد جدا ومش فيش قدامهم غير ساعة وهم عندهم 5 اصوات بس، ولكن في اللحظات الأخيرة بيشتغل والهاكر بيشتغل والأصوات بتعلى، وفي آخر 5 ثواني بيفوزوا وبيطلعوا هما الأول. وأخيرا بيسافروا لدبي عشان يحضروا المسابقة، وكل فرقة بيكون جايبة الحافلات الخاصة بيهم وهم جايين بتاكس. وبيقولوا البعض إن في الفندق هيتعمل حفلة لكل المتسابقين، فبيقولوا هناخد كده البت معانا. فبقول له بنت مين يا عم بلبسها المعفن دي؟ البت دخلت وسمعت وقعد تشارلي يهزق فيها وفي منظرها، ولكن بيكتشف ان هي واقفه وراه، وطبعا بتزعل وبتمشي، وبيبدأ الحفل وبتكون هي اجمل بنت في الحفل. تشارلي مذهول، وبيظهر جلوفر اللي بيستقبل كل الفرق المتسابقه الا فريق الهند، حتى ان واحده بتقول له فريق الهند، فبص لهم بقرف من فوق لتحت وسيبهم يمشي. وهنا بيحطوا الخطه ازاي هيجيب البصمه بتاع ابن جلوفر.
واللي هيحصل كالتاتي: هيتصلوا فيكي جلوفر ويقولوا انه في مشكله في اوضه الامن، فهيطلع وفي الاسانسير هيلاقي البنتين دول مستنيين وهيخدروا ياخدوا بصمه الصبع. وهنا بيقولوا لبعضهم: ازاي هنعدي بالمسات من اجهزه الامن دي؟ فشارلي بيقول لهم: بسيطه جدا، انا هحط المسات في كوبايه العصير واحطها بره قبل ما اخش اتفتش، وبعد كده بعد ما اتفتش ارجع اخد، قال يعني انا كنت ناسيها، وبكده نعدي المسات من الامن بدون اي مشكله. بعدها بيروحوا التدريبات زي الفرق كلها عشان ما فيش حد يشك فيهم يعني. وهنا بيتفرجوا على الفريق الكوري وهو بيعمل حركات، ولكن الواد الصغير بيقع ويكون المدرب بتاعه هيضربه، لكن تشارلي بيمسكه وبيكلمه كلمتين، قال يعني بنصحه يعني وبالراحة بتاعه ومش عارف ايه، كلمة من هنا على كلمة من هنا، شتمة من هنا على شتمة من هنا، بيتعصبوا على بعض، بيضرب تشارلي، بيكسر له النضارة. شوفوا بقى، كسر له النضارة. شارلي بيلف اليمة التانية وبياخد نضارته وبيفضلوا يضربوا في بعض ولحد ما بيطلعوا بره الدايرة خالص. الواد الهندي ده ولا لا الواد الكوري ده بيضرب شارلي عشان يوقعه، ولكن هندي بقى هندي اوعى الفحت لا تقع تحت. طبعا لما جه التاني يقع تشارلي مسكه كده يعني. وجلوفر لما شاف الوضع خلى كوريا تقابل الهند في نفس المسابقة، وتكون كوريا أصلا من أقوى الفرق في المسابقة. وبعد شوية تدريبات بيتقابل الفريقين بالفعل، وبيكون أداء الفريق الكوري رائع جدا وأداء برضو الهند مش بطال. وفي نفس الموضوع الولد برضو صغير بيغلط نفس الغلطة وبيجري عليه تشارلي وبينقذه، وبالتالي فريقه بيخسر بسبب إنقاذه للواد الكوري. وبيقول لها: انا اسف، انا السبب في الخساره. فبتقول له: يا باشا ده انت مز، انت تعمل اللي انت عاوزه يا رايق. وعشان يكملوا مهمتهم اللي هم بيعملوها لازم مهني البت دي ما تكونش موجوده معاهم في الاوضه، فبيقول لها ان انا رايح اقابل واحده وكده، فبتضربه ومش عارف ايه وبتهرب. وبداوا يظبطوا كل حاجه وبالفعل ورايحين يجيبوا بصمه فيكي جلوفر، ولكن بيسمعوا بيقولوا ان المسات هتيجي في 30 ديسمبر، وده بعد شهر، وهي كانت اصلا المفروض تكون في الخزنه النهارده. وطبعا دي مصيبه تانية لانهم مش هيقدروا يقعدوا اكتر من كده في الاوضه لانهم خسروا، والفريق اللي بيخسر في المسابقة بيغادر البلد فورا. وطبعا كلهم مهمومين وحزنانين، ولكن مهيد بتخش عليهم وتقول لهم ان النتيجة هتظهر دلوقتي، وراحوا عشان يسمعوا النتيجة. وبالفعل طبعا فريق كوريا هو اللي اتأهل، ولكن قبل ما يخلص التصويت الست الحلوة دي بتطلع تقول كلمتين: يا جماعة الفريق الهندي خسر بسبب انه انقذ واحد من الفريق الكوري، فانا اول مرة في الحياة، اول مرة ادعم فريقين في نفس اللحظة، وان الفريق الهندي كمان لازم يصعد يا جماعة. وطبعا بيهيصوا وبيصحوا من النوم بيلاقوا الاخبار كلها بتتكلم عنهم، العالم كله بيتكلم عنهم، الفريق اللي انقذ الطفل بتاع الفريق الخصم بتاعهم. والناس كلها بدأت تعاملهم بالحب والفرحة، والواد الكوري بيدي تشارلي وردة. بعدها شارلي بيكمل معاهم المهمة، وكل مهيت وراهم وسمعت كل حاجة. تقول له: على فكرة لا انت كلب فلوس. فبيحكي لها قصة والده، قصة مؤثرة، وبيكمل للكل القصة أو المقطع المحذوف من القصة إن أبوهم موكل محامي كبير، ولكن جلوفر اشترى المحامي وأبوه اتحبس ظلم، وأبوه عشان الظلم اللي فيه قتل نفسه، فطبعا صعبوا عليه. وقالت لهم: أنا معاكم. واخيرا جلوفر استلم الالماظ وبيدخله الخزنه، وبتبدا المهمه بجد، ومهيت بتستغل الواد وبتاخده على الاسانسير غصب عنه وبياخدوا منه البصمه. وهنا ناندو بيلبس نفس لبس فيكي جلوفر وبياخد البصمه بتاعته عشان يخش من الباب، وتشارلي وتامي بتخشوا من فتحه التكييف عشان يخشوا ناندو جوه الخزنه، اللي كان مش طايق الصماويل بتاعت الفتحة بتاع التكييف عشان يفتح لهم، واضطر يعمل ايه، قلع ملطة عشان يقف على الهدوم عشان يفتح الباب. وبنشوف جاك مستني في مكانه، وتامي وتشارلي بالفعل دخلوا الخزنة، وناندو خرج من الباب زي ما دخل. وبيبدأ تامي اللحظة اللي هم منتظرونه عشانها، ولكن بيتوتر وبتبدأ حالة السهرة يا حزني ودوات. ولكن في اللحظات الحاسمة والنهائية بيقدر يفوق ويقوم يفتح بالفعل الخزنة، ولكن بيظهر قدامهم كلمة سر باسورد ما كانوش عاملينه حسابه خالص، ولو دخل اي رقم غلط الانذار هيضرب وبالتالي هيتقبض عليهم. الوقت بينتهي والخزنة خلاص هتقفل. وقعد يفكر تشارلي لازم نشوف حل، مش هيأس. وقعد يفكر، اكتشف ان هو اكتر حاجة كانت غالية في حياة ابوه، فهو ابوه اللي عامل الخزنة، فاكيد عاملها بباسورد ايه، اسم تشارلي، اسم ابنه. وبالفعل طلع الكلام صح، وفتح وطلع المسات
وبياخدوا المسات وبيقرروا ان هم كلهم يرجعوا للهند بطريقه غير شرعيه، ولكن مهد بترجع تقول لهم انا مش هسيب الهند، مش هسيب مسابقه الرقص، انا هكمل فيها. وبيقولوا لها يلا عشان نمشي، وبتقول لهم لا انا مش همشي غير حتى هكمل مسابقه لوحدي. وبالفعل بيبداوا يأنبوا نفسهم وازاي هنسيب بلدنا وبتاع والمسابقه والكلام ده كله. بيبدا واحد ورا التاني يرجع كلهم الا تشارلي، والكل بيبدأ ينده على اسم تشارلي اللي بيكون مش موجود. وفي لحظة بيظهروا وبيقدموا عرض خالي، وبالفعل بيفوزوا بالمسابقة. في نفس الوقت الشرطة بتقبض على جلوفر وابنه اللي في الوقت اللي كان فيه تشارلي ماسك الكاس. ولكن تشارلي بيوقف وبيروح له يقول له انت راهنت علينا كتير، مبلغ كبير ان احنا نخسر، يا ترى هتخسر كام؟ بيقول له يا ترى كورو ولا 5 كورو ولا 300 كورو، ودول بيكونوا سعر المسات اللي كان عينهم في الخزنة. بيبص له بيقول له مين انت؟ بيقول له انا ابن مناهين. فابنه بيقول له هو مين من هيرو؟ ولكن تشارلي بيقول له قصة طويلة أبوك هيبقى يحكيها لك في السجن، خد موسى هوت وبسلم لي على كل اللي هناك. بعدها بيروح على المطار ومعهم الكاس، وطبعا حاطط الألمازات جوه الكوباية. ولكن بتاع الأمن بيقول له ممنوع، وبيرمي الكوباية جوه الزبالة وقلبهم اترمى وراها. طبعا كلهم هيتحصروا، ولكن تشارلي بيقول لهم انتوا زعلانين ليه؟ المسات الأصلية أنا حطيتها في الكاس. إيه وتوتة توتة فرغت الحدوتة. يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وكل حاجة حلوة يعني.